في الشرح ده إحنا هنغوص في أعماق عالم الصوت التوليدي، وهنشوف الآلة من جوه بتشتغل إزاي. هنتكلم عن الأساسات من أول البنية الرياضية والمعمارية اللي بتقوم عليها التكنولوجيا دي لحد ما نوصل لأعقد النماذج اللي بنشوفها النهاردة. طيب، إزاي ممكن الذكاء الاصطناعي ياخد كلمتين ويعمل بيهم أغنية كاملة؟ عشان نجاوب على السؤال ده لازم نفكك الموضوع حتة حتة. هنبدأ من الأول خالص ونفهم ليه الصوت أصلاً بيعتبر تحدي كبير أكبر بكتير من النصوص والصور، وبعدين هنتدرج ونشوف إيه هي البنيات اللي خلت ده ممكن. يلا بينا نبدأ بالمشكلة الأساسية. الصوت الرقمي في حالته الخام اللي بنسميها التايم دومين هو عبارة عن فوضى منظمة شوية. طبيعته المستمرة دي وكثافة البيانات اللي فيه بتخليه تحدي صعب جدا على أي موديل إنه يفهمه أو يتعامل معاه بشكل مباشر. أي ملف صوتي خام هو في الحقيقة مجرد ويف فورم، وده ببساطة رسم بياني للإشارة الصوتية في التايم دومين، يعني سلسلة طويلة جدا من الأرقام. كل رقم بيمثل سعة الموجة أو الأمبليتيود في لحظة زمنية معينة، واللحظات دي بتتحدد بحاجة اسمها السامبلينج ريت. وهنا بقى بتظهر المشكلة الكبيرة، الأبعاد الضخمة دي أو الهاي دايمنشناليتي. دقيقة واحدة بس من الصوت ممكن توصل لمليون نقطة بيانات. ده بيخلي من المستحيل تقريباً على موديلات زي الترانسفورمرز إنها تفهم الأنماط طويلة المدى من الراو ويف فورم. حجم الداتا ده بيمثل عنق زجاجة حسابي ضخم. وعشان كده كان لازم نلاقي حل، والحل الجوهري كان إننا نغير طريقة نظرتنا للمشكلة خالص. بدل ما نبص للصوت في التايم دومين هننقله لحاجة اسمها التايم فريكونسي دومين. التحويلة دي بتكشف عن البنية الداخلية للصوت بطريقة تخلي الموديلات تقدر تفهمها. وهنا بيظهر البطل بتاعنا، السبكتروجرام. إحنا بنعمله عن طريق تطبيق عملية رياضية اسمها الشورت تايم فورير ترانسفورم، اللي بتحلل الويف فورم لمكوناته من الترددات المختلفة مع مرور الوقت، والنتيجة بتبقى زي بصمة صوت، صورة بصرية بتورينا شدة كل تردد في كل لحظة. طيب، هل ممكن نحسن التمثيل ده أكتر؟ أكيد. هنا بنستخدم حاجة اسمها الميل سبكتروجرام. ده ببساطة بيعدل مقياس الترددات عشان يبقى أقرب للطريقة اللي ودنا بتسمع بيها، لأننا كبشر بنكون حساسين أكتر للتغيرات في الترددات المنخفضة عن الترددات العالية، يعني بنخلي الكمبيوتر يسمع زينا. تمام، دلوقتي بقى معانا تمثيل قوي وفعال للصوت. إيه أول حاجة ممكن نعملها بيه؟ طبعاً نعلم الذكاء الاصطناعي إنه يسمع ويفهم، وده اللي بنسميه ال Automatic Speech Recognition أو ASR. باستخدام السبكتروجرامز، البايبلاين بتاع ال ASR بيبقى واضح. العملية بتبدأ بالويف فورم اللي بنحوله لسبكتروجرام. بعدها السبكتروجرام ده بيدخل على شبكة CNN عشان تستخرج السمات المهمة، وبعدين تروح لترانسفورمر انكودر عشان يطلع لنا حاجة اسمها latent speech representation. وفي الآخر آلية زي CTC بتاخد التمثيل ده وتحوله لنص مكتوب. والمثير للاهتمام هنا إننا بنشوف مدرستين مختلفتين تماماً. عندنا Wave to Vec2، وده نموذج encoder only بيتعلم لوحده من بيانات صوتية من غير labels، وده اسمه self-supervised learning. وفي الناحية التانية عندنا Whisper، وده نموذج encoder decoder اتدرب على كميات مهولة من البيانات اللي عليها labels، وده اللي بيديله قدرات رهيبة في فهم لغات كتير، بس في المقابل ممكن أحياناً يهلوس أو يعمل hallucination. تمام قوي كده، الذكاء الاصطناعي بقى بيسمع. طيب، إزاي نخليه يتكلم؟ هنا بندخل في عالم التكست تو سبيتش أو ال TTS. ممكن أول حاجة تيجي في بالنا إننا ببساطة نعكس عملية ال ASR، يعني ندخل نص نخلي الموديل يولد سبكتروجرام وبعدين نحول السبكتروم ده لصوت. كلام منطقي، بس للأسف في قطعة مهمة جدا ناقصة في اللغز ده. التحدي الحقيقي هو إن السبكتروجرام ده تمثيل فاقد للمعلومات أو لاصي. هو بيحتفظ بمعلومات الأمبليتيود والتردد مع الزمن، بس بيضيع منه معلومة تانية حيوية جدا اسمها الطور أو الفيز، ومن غير الفيز ده مستحيل نقدر نرجع الويف فورم الأصلي بجودة عالية. وهنا بيجي دور المنقذ بتاعنا، الفوكودر. الفوكودر ده عبارة عن شبكة عصبية شغلتها الوحيدة هي إنها تاخد السبكتروجرام وتخمن الفيز المفقود عشان تقدر تبني الويف فورم من أول وجديد. وطبعاً التكنولوجي دي اتطورت من خوارزميات قديمة زي جريفن ليم لنماذج جبارة مبنية على الجانز زي هاي فاي جان. دلوقتي احنا معانا كل القطعة، معانا السبكتروجرامز عشان نمثل بيها الصوت، ومعانا الترانسفورمرز عشان نعالجها، ومعانا الفوكودرز عشان نرجعها لصوت تاني. بالتركيبة دي المسرح بقى جاهز للموجة الجديدة، موجة التوليد الصوتي الإبداعي. العامل الأساسي اللي فتح الباب ده هو حاجة اسمها النيورال كودك زي انكودك.
ممكن أتخيل الكودك ده كأنه بيخترع لغة جديدة للصوت، لغة مضغوطة وفعالة جداً بتقدر توصف الويف فورم المعقد في صورة بسيطة ومقممة أو كوانتايزد. اللغة دي هي اللي النماذج التوليدية بتفكر وتتكلم بيها. طيب إيه اللي ممكن نعمله بكل الأدوات دي؟ نقدر نبدأ نولد أصوات وموسيقى جديدة بالكامل من مجرد وصف نصي بسيط. في أساليب مبتكرة جدا في الموضوع ده، مثلا ريفيوجن، ده نموذج قرر يتعامل مع المشكلة بشكل مختلف تماما. قالك إيه؟ طب ما السبكتروجرام ده في الآخر صورة، فاستخدم نموذج ستيبل ديفيوجن بعد ما عدله، وبقى بيولد سبكتروجرامز كأنها صور بناء على وصف نصي. بس طبعا فكرة إننا نتعامل مع الصوت كأنه صورة مش هي الطريقة الوحيدة. في اتجاه تاني قوي جدا بيرجع للأصل وبيتعامل مع الصوت كلغة. نماذج زي ميوزك جن بتتعامل مع توليد الصوت كأنه مهمة لغوية، بتستخدم ترانسفورمر عشان يولد سلسلة من الكلمات الصوتية أو الأوديو توكنز واحدة ورا التانية، والتوكنز دي هي في الحقيقة مخرجات النيورال كودك اللي بعد كده بياخدها ويفك تشفيرها عشان يرجعها للويف فورم النهائي. توليد الصوت ده شيء عظيم، بس السؤال المهم إزاي بنقيم جودة اللي بيطلع ده؟ وهنا الموضوع بيتعقد أكتر من أي مجال تاني في الذكاء الاصطناعي. الفكرة إنه على عكس مهمة زي ال ASR اللي عندنا فيها مقاييس واضحة زي نسبة الخطأ في الكلمات، في الصوت المولد مفيش حاجة اسمها الإجابة الصحيحة. عشان كده التقييم لازم يكون مزيج بين مقاييس موضوعية زي Frechet Audio Distance ومقاييس ذاتية بتعتمد على رأي البشر زي المين Opinion Score. التكنولوجيا دي بتتطور بشكل مرعب وبدأت تمحي الخطوط الفاصلة بين اللي بنعتبره أداة واللي بنعتبره فنان، وده بيفتح الباب لأسئلة أعمق بكتير، مش بس عن مستقبل الفن والإبداع لكن كمان عن التحديات التقنية اللي لسه قدامنا عشان نقدر نتحكم في المخرجات دي بدقة أكبر ونبني نماذج أكفأ.